أنا متعب شلال القعيض من قبيلة شمر. نستنكر هذه الاتفاقيات على منطقة سنجار. سنجار يمثل قرب محافظة نينوى، يعني مو سنجار. إذا خرب سنجار فخربت محافظة نينوى، وغرب نينوى كله يخرب. فعلى المسؤولين من السياسيين ومن الحكومة ومن البرلمانيين أنهم يقفوا موقف صلب مع سنجار ومع أهالي سنجار. فهذه اتفاقية مرفوضة أكيد من الأهالي، 100% مرفوضة، ولا نقبل هذا الشيء. فدماء شهدائنا اللي قدمناه ما تروح هباء منثور. أنه يجي شخص ما قاتل ويجي ياخذ المنطقة بعد ما احنا حررناه بشغلات بدائية، يعني حررناه يعني بأمر ذاتي، دفاع ذاتي يعني. فالناس تطوعت بدون لا راتب وبدون سلاح وحررت هذه المنطقة. كل الحكومات اللي جت موجودة هان جت احنا موجودين بهاي المنطقة بسنجار وبالمناطق هذه من الحشد ومن الحكومات الموجودة جو علينا، احنا كنا موجودين مع بعض، استقبلناهم استقبال لما جونا، كناهم استقبلناهم المسؤولين. فمرفوض هذا الشيء وما نقبل هذا الشيء اطلاقا. الا بالدرجه الاولى اليزيديه ياخذون قرارهم، اهل المنطقه اللي قدموا الاف الشهداء وراحوا النساء والاطفال، والعالم، الامم المتحده، العالم الاوروبي قاعد يشكي بحال اليزيديه. فاحنا شلون اهل المنطقه ما نتعاطف مع ابناء منطقتنا يعني؟ يعني أنا من شوي شفت الرئيس الفرنسي قاعد يعني يتضامن مع أهل سنجار ويقول لك لازم نقف مع أهل سنجار. فإحنا شلون أبناء المنطقة ينسون أبنائهم، ينسون الشهداء، ينسون المجازر اللي صارت، ينسون المختطفات اللي لحد الآن ما جن. يعني شيء عجيب إنه أنا أشوف الحكومة والمسؤولين إنه شلون نسوا أبنائهم اللي قتلوا من اليزيدية. الإبادة مو قتلوا، يعني شخص يروح له شخص وشخصين وثلاثة، بس هذه إبادة بشر. والضربات التركية الحكومة، المفروض الحكومة لازم تكون عندها موقف صلب. فقاموا العوائل اليزيدية ترجع يوميا 20 و30 عائلة، قامت الأتراك تضرب المنطقة في سبيل شنو؟ في سبيل يقول لك المنطقة مو مستقرة مشان ما يرجعون اليزيدية لمناطقهم. الحكومة ما قدمت شيء لليزيدية لحد الآن. يعني اللي يجون من النزوح قاعد هم لحالهم يبنون هياكل ويقعدون بها. الحكومة لحد الآن لا عوضت اليزيدية ولا قدمت اليزيدية شيء. فأهل المنطقة وحنا كعرب وكقبائل نرفض هذا الشيء من الاحتلال التركي ومن الاتفاقيات اللي تصير على سنجار، ولا نقبل يرجعون هالشيء هذا. الا نكون عاد شهداء مثلنا مثل ونقول احنا الحكومة ان شاء الله ما راح تسوي هالشيء هذا مع شعبه. اكيد ما راح الشعب راح يتقاتل بيناته، اكيد ما راح يصير هالشيء هذا. الحكومة لازم والسياسيين لازم يكون ياخذون موقف صلب عن هذا، عن سنجار. ومثل ما قلت لك، اذا سنجار خرب محافظ نينوى كلها تخرب. شكرا.